وبكده شيجرو اشتبك مع الفريق مرة تانية، برغم ان هو لسه مخطط ان هو ينفصل عنهم ويكمل حياته لوحده. بعدها شيجرو راح مع سيكا لمحل الأسلحة. سيكا كانت عايزة تشتري كل السهام علشان هي غنية، وبطلنا القبيح كان بيعيط على كل الفلوس اللي كانت بتدفعها دي علشان شوية سهام عادية هو يقدر يعملهم في أقل من ثانية. سيكا عارفة ان هو فقير جدا ومعهوش ولا مليم. في الوقت ده سيجي وريزو رجعوا مرة تانية، لقوا فندق يقعدوا فيه الليلة دي، بس شيجرو كان عايز يقضي ليلته في الجنينة عشان هو فقير ومش هيقدر يدفع حق إيجار الأوضة. بس سيكا اتدخلت بسرعة عشان هي غنية. سيكا ردت عليه وقالت له ايه يا شيجرو الكلام اللي انت بتقوله ده، انا هدفع لك تمن الأوضة اللي انت عايزها. واضطر شيجرو ان هو يقيم في الفندق على حساب بنت اضعف منه وهو مكسوف من نفسه، وكل ما يحاول يهرب من المجموعة ويعيش لوحده يقع في دين جديد مع سيكا. شيجرو بدأ يفكر ان هو هيفضل فقير طول حياته، لازم يلاقي مصدر دخل تاني علشان يعيش بيه. عشان كده قرر يتغير ابتداء من بكرة. اشترى لهم اكل من انواع مختلفة، ولما سيجي سأله انت جبت الفلوس منين، رد عليه وقال له انا لقيتهم. وسيكا بصت له وقالت له لو احتجت اي فلوس تانية يا شيجرو قول لي، انا غنية قوي. شيجرو القبيح فاشل حتى في الكذب، بس الحقيقة اللي حصلت ان شيجرو استخدم مخه، عمل سهام كتير بقدرته وبعدين وداها لمحل الأسلحة وبدلها بحاجات تانية، وبكده قدر يسدد ديون سيكا. بدأ سيجي يفكر في المهمة الجاية. الجوبلين اللي قتلوهم قبل كده ما سابوش وراهم أي فلوس، علشان كده هم محتاجين إنهم يقتلوا وحوش تسيب وراها فلوس، واقترح عليهم إن هم يدخلوا كهف كان موجود في المدينة. سيكا اتحمست للمهمة جدا، بس ريزو كانت خايفة لأنها ما بتحبش الأماكن الخطيرة. وفي الطريق جه راجل غريب طلب منهم إن يكون مرشد ليهم في المهمة، وقال لهم ان هو اتجسد زيهم من جديد. الراجل ده اتصدم من قبح ووش بطلنا شيجرو. شيجرو ما كانش واثق في الراجل ده وحس ان هو هيخدعهم، وطلع بطاقات من معاه وقال لهم ان هي بتدي تخفيض في الفندق. سيكا الغبية اتحمست لكل حاجة وصدقت اي كلام وخدت البطاقات بفرح شديد، وسيجي كمان صدق الكلام وبقى واثق في الراجل ده جدا. وسأله انت بتشتغل ايه، قال له انا مرشد للوافدين الجدد اللي زيكم. شيجرو حس ان الراجل ده كان بيخدعهم، بس ما حبش يتدخل دلوقتي ويوقفه. حتى لو الراجل ده خدعهم وخطفهم، بطلنا القبيح ده عنده قوة تقدر ترجعهم تاني. وحتى سيجي نفسه وقع في الفخ ده واتفق مع الراجل ده ان هو يرشدهم للكهف. الراجل ده كان اسمه كيو، ادالهم خطة يمشوا بيها جوه الكهف، بس اعترضتهم مجموعة من الجوبلين. وكالعادة سيكا قعدت تضرب بالسهام بطريقة عشوائية وما ضربتش ولا جوبلين عشان ما تخسريش سهام كتير. سيكا ببراءتها ردت عليه وقالت له بس انا غنية ومش فارق معايا اي فلوس. بما انها غنية ومش بتفكر في الخسارة بتاعت الفلوس، كيو علشان